بقالنا 4 ساعات او 5 ساعات بنلف تقريبا. تعبنا جدا وقعدنا نلف كتير في محلات كتير ولقينا حاجات عجبانا فعلا. يعني خلاص احنا لقينا حاجات عجبانا والوانات حلوه وعجباني وعجبه مصطفى وعجبه طنط وعجبه ماما وعجبانا كلنا. في الاخر مصطفى لا مش هنجيب حاجه. يعني ايه مش هنجيب حاجه؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر مره. طبعا النهارده بقى لا في مقلب ولا في تحدي ولا اي حاجه. النهارده يوم حلو بصراحه وانا مبسوطه الحمد لله. فقلت لازم طبعا طالما في حدث كده لازم اشارككم معايا فيه ولازم تبقوا معايا خطوه بخطوه. النهارده الحمد لله يعني اخيرا بعد طلوع روحي مصطفى اقتنع ان احنا ننزل نجيب الحاجات بتاعه البيت عشان خاطر الدنيا عماله تغلى والاسعار. انا بقالي فتره عماله اتحايل عليه وعمال يقول لي استني شويه استني شويه. فالنهارده الحمد لله يعني اقتنع ان احنا ننزل نشوف بقى الحاجات بتاعه الستاير والالوان بتاعه العفش اللي هنختارها سوا وكل القصه دي. فاستغليت الفرصه بقى ان انا اجازه وقلت له لا يجي بقى النهارده واروح انا وطنط وماما وهو واخواته كده وننقي الدنيا بقى نختار كل حاجه مع بعض. فعشان كده مبسوطه بصراحه وقلت لازم طبعا حدث زي ده يعني تكونوا معايا فيه. فهاخدكم بقى دلوقتي جوله كده معايا واحنا بنختار الحاجه ودعوا لي كده ان شاء الله ان احنا نلاقي حاجات كويسه ونلاقي الاسعار كويسه وربنا يوفقنا ونختار كل الحاجات اللي احنا عايزينها يعني سوا. وهننزل بقى دلوقتي نبص على الحاجات دي كلها وهوريكم تفاصيل اليوم. خليكم معايا بقى خطوه بخطوه. بحبكم جدا وما تنسوش تدعوا لي وتدعوا لنا ان احنا نكمل بيتنا وكل حاجاتنا على خير ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لنا فولو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل الجديد بتاعنا. وخليكم معايا ويلا بينا. عشان انا مش اي حاجه بتعجبني. موبايل الكاميرا. تعالي بس تمام يا حبيبي. بس يا جماعه بصراحه انا متضايقه جدا. يعني انتوا طبعا ما عرفتوش ايه اللي حصل بس انا هحكي لكم يعني كل حاجه لان انا من بدايه اليوم كنت مبسوطه وكنت فرحانه وقلت لكم ان احنا هننزل سوا وهنختار كل حاجه وانتوا شفتوا يعني في الفيديو واحنا لما نزلنا ما تبصليش كده بقى انت مضايقني اصلا. بعد ما نزلنا انا ما عملتلكيش حاجه عشان الناس هي اللي هتقول انت ما عملتيش حاجه. انت بجد والله انا كنت مبسوطه جدا الصبح والناس كانت شايفه يعني انا كنت عامله ازاي. بجد احكي للناس. طب وبعد كده يا جماعه احنا بعد ما نزلنا وبعد ما شفتوا طبعا الحاجات يعني الحاجات اللي انا صورتها دي يعتبر مقتطفات بسيطه جدا من اليوم. احنا يعني بقالنا 4 ساعات او 5 ساعات بنلف تقريبا. تعبنا جدا وقعدنا نلف كتير في محلات كتير ولقينا حاجات عجبانا فعلا. يعني خلاص احنا لقينا حاجات عجبانا والوانات حلوه وعجباني وعجبه مصطفى وعجبه طنط وعجبه ماما وعجبانا كلنا. في الاخر مصطفى لا مش هنجيب حاجه. يعني ايه مش هنجيب حاجه؟ عشان انا في دماغي حاجه عايزه اوصلها لك بقالي فتره وانتي مش عايزه تمشي معايا في الخط اللي انا عايزه امشي فيه. يعني ايه خط انت عايز تمشي فيه؟ يعني انا يا جماعه بالله عليكم انا هسالك سؤال. يعني احنا نزلنا انا هسالك سؤال دخلنا المحلات. هسالك سؤال انتي بقالك قد ايه؟ بقالي كتير بقول لك عايزين ننزل نجيب ننزل. الحاجه عشان الحاجات فعلا بتغلى. يا جماعه انتوا عارفين ان الاسعار كل يوم بتختلف والله عن اليوم اللي قبله. انا عماله اقول له تعالى ننزل نجيب الحاجات الاساسيه اللي هينفع ان احنا نجيبها عشان طيب الاسعار عماله تزيد. سمعت كلامك ونزلنا. طيب شفنا اتفرجنا على اللي موجود في السوق وشوفنا الاسعار عامله ازاي والدنيا هتمشي ازاي. عرفنا السيستم هيبقى. لا بس احنا لقينا حاجات حلوه وعجبانا جدا وانا كنت عايزه اشتريها. ماشي يا ستي ما هو اللي عاجبنا ده هيبقى موجود. لا مش هيبقى موجود. انا مش عارفه بجد انت ليه عملت كده. لا يعني بجد انا من بدايه اليوم كنت مبسوطه ومتحمسه ان احنا نلاقي حاجتنا وبجد تعبنا. يعني انت انا النهارده اخده اجازه من الشغل ورواين اختك اخده اجازه من الشغل ومنزلني انا وماما وطنط يا جماعه وريم يا جماعه هو كلنا. القصه كلها ان في موقف حصل معايا والموقف ده انا لسه ما قلتوش ما هو مش عايز يقول لي. انا عايزه الموقف يعني الحاجه اللي حاصله دي انا مش هينفع اقولها دلوقتي غير لما تتم كلها. ليه يعني ايه؟ انا عايزه من حقي افهم يا جماعه. يعني احنا ننزل انا هقول لك بالله عليك نروح نطخ المشوار ده كله ونقعد نلف ونطلع وننزل. خدنا خبره. مش خدنا خبره وشفنا اللي معروض ايه. حاجات عجبانه ليه ما نشتريهاش؟ اسمعي بس
انا في حاجه معينه انا ماشي فيها وبعملها. ما تنرفزنيش بقى، هو كل ما اتكلم معاك تقولي حاجه معينه بقى. طب يا ستي نزلتنا مش عايزة ليه؟ أنرفزك، نزلتنا عشان ليه؟ انت بتتحايلي عليا وانت قلتي لنا النهارده اجازه لا. وكلنا اجازه وكلنا واخدين يعني اجازات عشان ننزل، فمش هينفع اجي اقول لك يعني بعد ما ننزل انت كلنا. رتبتي الموضوع لا مش هننزل. يعني ننزل كلنا، انت من 5 افراد غيرك انت مش وننزل. ممكن ثواني انت تديه مش فرصه انت في اتكلم؟ حاجات، ممكن تديه انت ثواني مش فرصه انت في اتكلم؟ محلات وحاجات معينه حددتيها؟ ممكن ثواني. انا ثواني لقيت بس. الحاجه اللي انا عايزاها، حلو. ليه ما ما احنا اجيبهاش؟ عرفنا المحلات الشخص ده والشخص ده والشخص ما ده. تعصبنيش لما بقى. نيجي لا لا نازلين، لا انت صعب اسمعي بس، بصراحه. اسمعي. انا مش مقتنعه لما نيجي بالكلام ده. نازلين، لما نيجي نازلين بعد كده بدل ما احنا هنلف اللفه دي كلها، لا هننزل ساعه زمن نروح عند ده طب وعند ده وليه؟ وعند ده. ليه انا حاجتي نازله اجيبها ولقيتها قدام عيني وبسعر كويس وعجباني، ليه ما اشتريهاش؟ عشان مش هينفع نشتري ليه مش هينفع نشتري؟ كده، مش هينفع في الوقت الحالي ان احنا هو انت نشتري. من بقالك ساعه من ساعه لما طلعنا من المحلات وجينا في الطريق كلنا عمال تقول لنا مش نفس هينفع الكلام. اقول لك دلوقتي. ليه مش مش هينفع تقول؟ هينفع اقول لك دلوقتي. في حاجه كده يا جماعه انا بعملها وربنا يقدرني ان شاء الله ان شاء الله طب ان ما انا تقولي ايه اتمها هي؟ على خير، وباذن الله الحاجه دي لو تمت انتوا اول ناس هتعرفوا قبلها. هقول لكم عليها انتوا الاول قبل ما هي تعرف. انت مش وهسيبها عارفة- بقى مش كده، عارفة انت جايب هسيبها انا بقى الأعصاب كده منين. تقلبها في دماغها، وانتوا كمان حاولوا ان انتوا تخمنوا بقى ايه هي الحاجه اللي انا بعملها او ماشي فيها، والحاجه دي ان شاء الله تبقى حاجه حلوه ليا انا والاستاذه اللي مش عاجبها دي. لا انا متعصبه منك اصلا، انا مش فاهمه بجد والله العظيم يا حاولوا جماعه. تخمنوا. مجرجرنا احنا 5 افراد، مجرجرنا 4 ساعات عمالين نطلع وننزل ونلف، والناس تقول لها طب في اللون القماش ده، طب مش عارفه عايزين كام متر من ده، والناس تروح تيجي من الناحيه دي، لا مش هنشتري دلوقتي تعالوا بس. دخلنا 70 محل لفينا وتعبنا جدا والله بجد وما كناش واتبهدلنا، وفي الاخر يقول لنا مش هشتري حاجه يلا بينا نروح، وفي الاخر تقول لي مش عارفه ايه. نهايه الكلام عشان ما نطولش اكتر من كده، انا عايزكم تنزلوا تحت تعملوا لايك رقم 1. تاني حاجه تنزلوا في الكومنتات تقولوا لي ايه الحاجه اللي انا مستني ان انا اعملها او مستني ان هي تتم، ومرضيتش ان انا اشتري الحاجات اللي احنا نزلنا ندور عليها النهارده. فمستنيكم في التعليقات تحت، وان شاء الله اول ما الموضوع يتم واللي في دماغي يحصل هقول لكم انتوا اول ناس، واللي هيجاوب صح بقى ليه هديه ومكافاه كبيره عندي. وخليها بقى كده ايه. انا مش عارفه بصراحه، لا بجد والله العظيم بيضايقني جدا جدا. وماشي انا ماشي مش الناس انت أهو. عايز قدام الناس بقى، بس الناس هتقول انا عندي حق قدام اتضايق الناس ولا أهو. لا بالله عليكم. اسمعي بس. ثواني بس قدام انا الناس عايزه أهو. اشهدهم على حاجه. انت هتفرحي لما انا عايزه تعرفي اشهد الكلام ماشي ده. انا بس عايزه مش اشهدهم هقول على أكتر من حاجه. انا كده. عايزه اشهدهم على بس. حاجه بالله عليكم. اللي حصل ده ينفع وبجد انا ليا حق اتضايق ولا ما اتضايقش؟ ان بعد ما كل ده حصل في الاخر يقول لي مش هنجيب حاجه، حتى لو في حاجه هو مش عايز يقول لي عليها، بس بالله عليكم انا مش من حقي ان انا اتضايق. لا لما تعرفي هتقدري. طب اختم الفيديو لوحدك بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اعمل لك ايه اصلا؟ مش فاهمك بصراحه اكتبي يعني. معايا. قولي يلا مع السلامه. انا مش فاهمه حاجه مع يا السلامه جماعه. يا اصحابي. انا مش قولي فاهمه. مع السلامه يا ما اصحابي. تعصبنيش. يا جماعه اشوفكم في فيديو جاي، وان شاء الله هي اول واحده هتفرح والله. يلا اختمي مع الناس. يلا قولي مع السلامه يا اصحابي. مع السلامه. يا اصحابي. ما تعصبنيش بقى. ماشي يا جماعه، انتظروا بقى الفيديو الجاي، وان شاء الله يعني الموضوع اللي انا بعمله ده مش هياخد اكتر من يوم او 2. وانتظروا الفيديو الجاي بقى وشوفوا انا مرضيتش اشتري الحاجات ليه، ومستني التخمين بتاعكم. يلا اشوفكم على خير. اشوفكم على خير. باي باي.